لما أليس حولت وشها شافت بنت جميلة شابة بتخلع كعبها العالي. بعدين البنت شالت هدومها وطوتها بشكل مرتب على الأرض. أليس حست بالفضول فمشيت أقرب علشان تشوف اللي بيحصل، ولما كانت هتقرب البنت فجأة لفت وشها وبصت عليها. أليس فتحت عينيها على الآخر ولقت البنت نسخة مطابقة منها بالضبط. من غير تردد البنت مشيت ناحية القطر اللي جاي. أليس شافت البنت وهي بتنط على القضبان الضيقة وماتت على طول بسبب الاختناق. أليس بصت على الحاجات اللي سابتها البنت قبل ما تموت. فكرة مرعبة خطرت على بالها فجأة. لما مفيش حد كان مركز أليس بسرعة أخدت الشنطة من الأرض. بعدين راحت الحمام وفتحتها. جوه الشنطة لقت 2 موبايلات، واحد أسود والتاني أحمر مع كمية كبيرة من الفلوس. إليس حطت الفلوس في جيبها. بعدين طلعت رخصة السواقة بتاعت البنت واللي كانت مكتوب عليها عنوان بيت. إليس بصت على الصورة في الكارنية ولقت إنها شبهها بالظبط. بعد كده طلعت مجموعة مفاتيح من الشنطة وقررت تأخذ هوية البنت. قريب أليس وصلت لبيت البنت، استخدمت المفاتيح من الشنطة علشان تفتح الباب ودخلت جوه بنجاح.